زيادة الملتقى الثاني للأطباء المصريين المقيمين بفرنسا. طبعا الملتقى الجميل انعقد هنا هو في المكتب الثقافي بسفارة جمهورية مصر العربية تحت رعاية معالي السفير محمد مصطفى كمال سفير جمهورية مصر العربية بفرنسا. اتعمل ورشة عمل يوم الجمعة 7 يونيو اللي هو امبارح، واتعمل الملتقى الرسمي النهارده. اللجنة مكونة من عدد من اخوتنا الاعزاء، الدكتور علي عبد العزيز نائب رئيس جامعة عين شمس، الدكتورة امل الصبان مستشار الثقافي بباريس، الاخ العزيز الدكتور صبري احمد رئيس قسم الاورام بمستشفى يونس، الاخ الدكتور شريف خاطر ملحق التعليمي بالمكتب الثقافي، وممثلي المجتمع المدني الدكتور علاء ادريس والاستاذ جمال يا الله قريبنا الدكتور جمال يعني، وكلنا احنا اقارب وكلنا بعضنا من بعض يعني. انتهت لجنه التوصيات الى الاتي. اولا بالنسبه لتدريب الممرضات المصريات هو المشروع الاول الموافق على المشروع المقدم اليوم للملتقى الطبي الثاني من المكتب الثقافي المصري بباريس ومجموعه والاخوه مجموعه الاطباء المصريين المقيمين بفرنسا، وكذلك ممثلي المجتمع المدني المصري، ويعتبر جزء لا يتجزأ من هذه التوصيات ومكملا لها. تشكل 3 مجموعات عمل تتولى تنفيذ هذا المشروع. مجموعة العمل الأولى ممثلي الجامعات المصرية الثلاث المشاركات، جامعة عين شمس وجامعة المنصورة وجامعة أسوان. في تفاصيل في الموضوع أنا مش عايز أطيل عليكم، فإنما هو ممثلي الجامعات الثلاث. ثانيا مجموعة العمل الثانية إخوتنا الأطباء المصريين المقيمين بفرنسا كلهم باسمه وبصفته وهم ديناموا هذا المشروع. المجموعة الثالثة ممثلي المجتمع المدني كما ذكرنا اللي هم الفند والفلوس وإن شاء الله كلنا هنكون سويا يعني مع بعض بإذن الله. يتولى التنسيق بين المجموعات الثلاثة في المنسق لهذا الموضوع الأخ العزيز الدكتور شريف خاطر، هو اللي هيبقى منسق بين ال3 مجموعات. وبعد كده بقى المكان التدريب للممرضات لهذا المشروع سوف يكون في جامعتنا العظيمة جامعتنا الكبيرة جامعة عين شمس. عدد المنح المقدمة 15 منحة بالحد الأدنى 3 للجامعة الواحدة. فطبعا لأن احنا مش في أسوان يمكن لا نستطيع الدخول في الكومبيتيشن مع طبعا عين شمس والمنصورة، لكن خلاص في حد أدنى لينا أن يكون 3، لكن ده بين الجامعات الثلاثة 15 منحة. وهيمنح المتدربين في نهاية هذه الرحلة الطويلة سواء بفترة الدراسة والتدريب في مصر ثم في فرنسا دبلوم مهني. وطبعا في عمليات تنسيقية ولوجستية في الموضوع. فهذا هو المشروع الأول، مشروع تدريب الممرضات المصريات ومنحهم شهادة تدريب مهني، وهكذا الأمور تمشي ورا بعضها إن شاء الله. ثانيا مشروع القوافل الطبية طبعا محافظة أسوان. أسوان هي الإقليم الأول في مصر وليس الإقليم الآخر، وهو طول زمانها في التاريخ كله إنه هي الإقليم الأول. فطبعا لكن أسوان يعني شاء القدر لها أنها تبعد شوية، وبالتالي هي محتاجة لعون حقيقي ومحتاجة لدعم. وأنا عارف إنه كل المصريين بيحبوا أسوان وبيحبوا أهل أسوان، وده رزق لينا إحنا أبناء أسوان بنلمسه مع كل المصريين، ما عندناش غير الحب لدى الناس. طبعا المشروع ده القوافل الطبية إن شاء الله بإذن الله هيتم العمل فيها في التخصصات اللي ذكرها أخي الدكتور صبري، وسوف تبدأ من 25 أكتوبر بإذن الله، 25 أكتوبر 2013 بإذن الله في التخصصات ال4 بالتبادل مرتين في السنة بإذن الله. وإن شاء الله هيبقى ليها أورجانيزيشن هايل جدا، لأنه هي طبعا ما هياش جاية بشكل عشوائي، لا جاية أورجانايز بسيستم بالتزامات، ما هياش عمل كده وخلاص، إنما إن شاء الله بإذن الله هتؤتي ثمارة وليها تفاصيل كثيرة. طبعا دي برضه ليها مجموعات. المجموعة الأولى بيمثلها جامعة أسوان عميد كلية الطب، والمجموعة الثانية الأطباء المصريين المقيمين في فرنسا أصحاب هذا المشروع وأصحاب هذا العبء اللي هيتحملوه هم، واحنا بنحييهم ومهما نذكر بنحييهم عليه باذن الله. المجموعه الثالثه طبعا اخواننا ممثلي المجتمع المدني سواء في مصر الخير الدكتور علاء أو من يفوضه،
واخي وقريبي طبعا جمال جاه الله الاتحاد المصري العربي. طبعا ده بالنسبه للحاجات اللي تخصنا احنا في مصر. المشروع الثالث طبعا هم يخصوهم في فرنسا هنا ويعملوه ان شاء الله باذن الله، لكن يعني مش عايزين في اكزاجريشن لانه مصر ما هياش بالانسيدنس اللي ذكره الزميل، فهو طبعا مش عايزين اكزاجريشن في هذا الامر. فطبعا يعني هذا هو ما تم الاتفاق عليه، والله يعني خير الشاهدين على هذا الامر ان شاء الله. واحنا يعني بنشكر معالي السفير وبنشكر اخواتنا جميعا كل واحد بصفته باسمه، واختنا العزيزه الدكتوره امل، واخواننا المصريين واصدقاء المصريين اللي احنا سعداء وبنشوف المصريين الاصليين. انا مش عايز يعني دايما لما بنحكي عن المصريين اقول لهم شوفوا فلان اللي في فرنسا، شوفوا فلان اللي في المانيا، شوفوا فلان اللي مشي سنه 80 و81 و85، هم المصريين، هم المصريين الاصليين اللي احنا اللي ما تغيروش. فطبعا يعني انا بنحييهم جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحقيقه عندي رساله كلفت